السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. بحث برامج التنمية في أصمات. بحث تنفيذ برامج التنمية في سنعفة. بنيام قرماء يحافظ على القميص الأخضر بالمرحلة 19. تأهب في بنغلاديش بعد مقتل 50 في احتجاجات لتوظيف. مظاهرات على الوجود العسكري الأمريكي باليابان. خلل تقني عالمي يعطل وسائل إعلام ومستشفيات ومطارات. إلى التفاصيل. عقد مدير مديرية أصمات السيد محرر نتخلاب اجتماعات من 11 وحتى 15 من يوليو في 8 ضواحي بالمديرية لبحث سبل الدفع ببرامج التنمية، ودعا للقيام بأنشطة واسعة لحماية التربة وحفظ المياه والتجهيزات اللازمة للزراعة المطرية، وحث القرى على اتخاذ مسؤولية حماية القطاع النباتي في محيطها ومساهمة الشعب لسد النواقص وصيانة مرافق الخدمات الاجتماعية. وقال يجب العمل بقوة للدفع بأعمال مد أنابيب المياه التي بدأت في بلدة أسندة وحفر بئر وبناء محطات توزيع المياه في ضاحية أوروتا وصيانة الطرق الفرعية. وطلب السكان لحل مشكلة مياه شيكا وقريت وإيرا وبناء جيد لطرق جبل عسرتين رابط المديرية مع كرن، وزيادة عدد سيارات الإسعاف تماشيا مع البعد المناطق والقرى، والاهتمام لرفع كفاءة التعليم. أوضحت إدارة مديرية سنعفة تنفيذ برامج ناجحة في النصف الأول من العام تضافر جهود الشعب والمؤسسات العامة. وأوضح مدير المديرية سيد إدريس علي شكر في الاجتماع الذي عقده في 15 من يوليو مع إدارات الضواحي وأعضاء المجلس ومسؤولي مكاتب الوزارات تحقيق نتائج مرضية من البرامج التي منحت الأولوية لحماية التربة وحفظ المياه وبناء وصيانة الطرق ومساعدة أسر الشهداء وإدخال الطاقة الشمسية وبناء سور للمدارس وتشجير الشوارع وتوفير مياه الشرب لمدينة سنعفة. وذكر بأن حماية التربة والمياه ستستمر باعتبارها أساس جميع الأنشطة الزراعية واستخدام المزارعين للسماد الطبيعي والاستفادة المثلى من الأراضي الزراعية والقيام بالاستعدادات المسبقة اللازمة لموسم الأمطار ودفع ضريبة الأراضي والماشية، مناشدا القرى لحراسة الغابات والحياة البرية. ودعا الاجتماع لتوفير أدوات العمل لتنفيذ فاعل برامج التنمية وزيادة حافلات شركة حارات للمواصلات العامة من وإلى أسمرة سنعفة، وإيجاد حل مشكلة مياه قريتي حشكيت ورخيتو، والإسراع في توزيع قطاع الأراضي السكنية في بعض القرى. دعا مدير مديرية نقفة السيد يعقوب إدريس لتعزيز دور السكان لحماية الأشجار والحفاظ على المياه في ضواحي لابا واندلالا وباقلا وماريات. وأوضح لدى لقائه السكان استمرار جهود سد نواقص الخدمات، مشيرا إلى أن حل مشكلة مياه لابا واندلالا وباقلا وماريات وأقرع من الأولويات، والعمل لصيانة وتوسعة الطرق الفرعية. ودعا لتعزيز دور الشعب في مكافحة العادات الضارة خاصة ختان الإناث وزواج القاصرات وتنفيذ مراسيم ضرائب الأرض والمواشي. وطالب السكان حل سريع لمشكلة المواصلات، مؤكدين بأن خدمات الصحة والتعليم والاتصالات وغيرها أحدثت التغيير في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية. عقد مكتبي وزارة العمل والرعاية الاجتماعية والصحة سيمينارا في مديرية عداقة حمص بالإقليم الأوسط يوم 18 من يوليو حول احترام حقوق الطفل والقضاء على العادات الضارة. حضر السيمينار المرأة في سن الإنجاب ورجال الدين والأشخاص المؤثرين بالإضافة إلى ممثلي الصحة في إدارات الضواحي. وأوضح الخبراء أن الأطفال يحتاجون إلى الرعاية اللازمة حتى يصلون إلى عمر الشباب، داعين جميع المواطنين على المساهمة في ضمان حصول الأطفال على التعليم الأساسي والحقوق الصحية وعدم تسيب الطالبات عن المدرسة.
ودعا خبير الرعاية الاجتماعية في مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الأوسط السيد محاري واللقي كيروس على إيلاء المزيد من الاهتمام للأطفال ذوي الإعاقة. وحثت مدير مديرية عداقة حموس السيدة الصالحة محمد علي المشاركين على الاهتمام لتطبيق محتوى السيمينار. تلقى 64 طالبا وعامل في المؤسسات العامة دورة تدريبية لشهر في الإسعافات الأولية في مديرية عدقيح. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية السيد إبراهيم في مراسيم التخريج في 16 من يوليو أن التدريب المنظم بالتعاون مع مستشفى عدقيح يأتي في إطار تنمية قدرات الشباب في المجالات المختلفة. وذكر مدير مديرية عدقيح السيد هبتاي تسفازقي أهمية التدريب المقدم، مؤكدا على تعاون إدارة المديرية مع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة. حافظ الدراج الإريتري عضو نادي انتر مارش البلجيكي بنيام قرماي على القميص الأخضر الفخري بتصدره للترتيب العام للمنافسات على صعيد النقاط في خواتيم المرحلة 19 من طواف فرنسا الدولي لألعاب الدراجات الهوائية في نسختها 11 بعد 100. الدراج العالمي بنيام قرماي الذي توج بالمركز الأول في 3 مراحل من طواف فرنسا الدولية تصدر الترتيب العام للمنافسات على الصعيد النقاطي بعد أن جمع في المراحل 19 الماضية 387 نقطة، متقدما بفارق 33 نقطة عن أقرب منافسيه الدراج فيليبسان الوصيف، بعد أن فشل كلا الدراجين في تسجيل أي نقاط في سباق السرعة القصوى النهائي الذي أقيم بعد انقضاء 21 كيلومترا للمرحلة التي قطع فيها الدراجين 144.4 كيلومتر. الدراج بنيام سيحقق لقب أفضل دراج في سباق السرعة القصوى النهائية لطواف فرنسا الدولي للعام 2024 ليدخل سجلات الطواف الدولي باعتباره أول دراج أفريقي من البشرة السمراء بيحقق هذا الإنجاز التاريخي على الإطلاق في حالة احتفاظه بالقميص الأخضر حتى المرحلة 20 من الطواف. دراج انتر مارش البلجيكي الذي توج بالمركز الأول في سباق السرعة القصوى النهائي بالمراحل 3 و8 و12 كتب التاريخ باعتباره أول دراج أفريقي يحقق هذا الإنجاز غير المسبوق في نسخة واحدة من الطواف الدولي ذات التصنيف 2.1 في جدولة الاتحاد الدولي لألعاب الدراجات الهوائية UCI. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. تشهد بنغلاديش حالة تأهب قصوى بعد تزايد حدة المواجهات بين الطلاب وقوات الأمن احتجاجا على نظام التوظيف. وأطلقت الشرطة الرصاص والقاذف المسيل للدموع على المتظاهرين وحظرت التجمعات في العاصمة داكا، واعتقل الزعيم معارض على خلفية المظاهرات التي راح ضحيتها 50 قتيلا. واندلعت مواجهات جديدة في العاصمة وقطع الطلاب المحتجون في الطرقات في منطقة بنان التجارية الراقية. وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع في عدة أماكن في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة. وقال شهود عيان أن عناصر حرس الحدود أطلقوا النار على حشد يضم أكثر من 1000 متظاهر تجمعوا خارج المكتب الرئيسي لتلفزيون بنغلاديش، والذي تعرض للهجوم وإضرام النار فيه من قبل المتظاهرين. وخلال الأسبوع تحولت المظاهرات التي انطلقت مطلع يوليو جاري من المطالبة بإنهاء نظام الحصص في التعيينات في القطاع العام إلى اشتباكات عنيفة خلفت 50 قتيلا وفق حصيلة لوكالة الصحافة الفرنسية. نزل متظاهرون يابانيون إلى شوارع طوكيو مطالبين بإنهاء النقل المخطط لقاعدة جوية أمريكية إلى منطقة هونغ كونغ الساحلية والإغلاق الكامل للقواعد العسكرية الأمريكية في محافظة إيكوانو. ووفقا للإحصاءات الرسمية ارتكب الجنود الأمريكيون المتمركزون في جزيرة أوكوانو الجنوبية وعائلاتهم تورطا في حوالي 6200 قضية جنائية، بما في ذلك القتل والاغتصاب والسرقة وغيرها من الجرائم.
وعلى الرغم من المعارضة القوية من السكان والحكومة المحلية في أوكانو، قررت قوات مشاة البحرية الأمريكية والحكومة اليابانية البدء في بناء قاعدة هوانكو في أغسطس من هذا العام لتحل محل قاعدة فوتون الجوية في جوان ذات الكثافة السكانية العالية. وقال بعض المتظاهرين أن القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان لن تجلب السلام، ولكنها لن تؤدي إلا إلى المزيد من الضرر للمنطقة. أفادت مصادر بأن خللا تقنيا في إحدى القوادم أثر على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات والمؤسسات في العالم. وقالت شركة كراود سترايك للأمن السيبراني أنها على علم بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز المشغل لأحد القوادم. ولاحقا أعلن رئيس الشركة الأمريكية أنه تم تحديد المشكلة التي تسببت بعطل معلوماتي شل العديد من الشركات عبر العالم. بدورها قالت وكالة الأمن السيبرانية الفرنسية أن لا دليل على أن العطل التكنولوجي العالمي ناجم عن هجوم إلكتروني. وقالت وكالة الطيران الأمريكية أن الخطوط الجوية الأمريكية أعلنت توقف حركة الطائرات بسبب مشكلة في الاتصالات. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أكبر شركات المشغلة للسكك الحديدية في بريطانيا قولها أنها تواجه مشاكل فنية واسعة، محذرة من إلغاء رحلات بسبب ذلك. ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة شمال تشيلي حسب ما أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، فيما لم يصدر حاليا تحذير من حدوث موجات مد عالي تسونامي. وبحسب وكالة أسوشيتد بريس يقع مركز الهزة على بعد 265 كيلومتر إلى شرق مدينة أنتوفاكستيا الساحلية، وعلى عمق 126 كيلومترا إلى استنادا إلى المعهد. وتقع تشيلي على حزام النار في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي المكثف يمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ. وفي العام 2010 تسبب الزلزال بقوة 8.8 درجات بتسونامي اجتاح قرى بأكملها في جنوب وسط تشيلي، مؤديا بحوالي 520 شخصا. تذكير بالعناوين مرة أخرى. بحث تنفيذ برامج التنمية في سنعفة. بحث تنام برنامج التنمية. بنيام قرماء يحافظ على القميص الأخضر بالمرحلة 19. تأهب في بنغلاديش بعد مقتل 50 في احتجاجات التوظيف. مظاهرات على الوجود العسكري الأمريكي باليابان. خلل تقني يعطل وسائل إعلام ومستشفيات ومطارات. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.